السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ماجيك لاب كولينج ماسنجر. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده هو عبارة عن تطبيق بيديك رقم موبايل تاني تقدر تستمتع بيه بمكالمات برسائل. تقدر تخلي الرقم ده عامله للشغل بتاعك، تقدر تخلي الرقم ده عامله البرايفت الخاص بتاعك بحيث ان انت يكون رقمك الاساسي هو اللي انت عامله مثلا للشغل. فانت بتخلي الرقم ده موجود معاك احتياطي علشان عايز تعمل مثلا مكالمة. بتقدر تاخد الرقم ده، بيكون رقم موبايل امريكي او كندي. يعني لما بتتصل بحد بيجيله ان الرقم اللي بيتصل بيه ده في الولايات المتحدة او في كندا. هو طبعا تطبيق كويس، تطبيق سهل، تطبيق بيفيدك كتير في حالة ان انت حابب يكون معاك رقم تاني ومش عندك مكان في الموبايل ان انت تحط شريحة او مش عايز تشتري شريحة. فالتطبيق ده بيكون بمثابة رقم جديد معاك تقدر تستمتع بيه بكل المزايا. الخط العادي جدا في المكالمات والرسائل والاتصال بالاشخاص. طبعا التطبيق ده علشان تشغله لازم بتحتاج ان انت تدفع له اشتراك شهري علشان يكون شغال معاك، عشان تقدر تعمل منه مكالمات وتقدر ترسل منه رسائل. دي طبعا يعتبر يعني حاجة أساسية في التطبيق، بس يعتبر برضو من ضمن عيوب التطبيق. مشكلة برضو في التطبيق إن هو مش بيديك فترة سماح أو فترة مجانية تجرب فيها التطبيق. كمان التطبيق بيكون باللغة الإنجليزية مفهوش لغة عربية. دي كلها يعتبر عيوب في التطبيق. بس كده يعتبر أبسط شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة أو عيب للتطبيق فهي تعكس من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.